السلام عليكم، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. اليوم غنشارك معكم روتيني ديال الطلبيه من حلويات اللوز. اليوم غنوجد معكم كعبه اولا كعب غزال المنقوش. غادي نركزوا على هذا النوع هذا او بالاخص على هذا الشكل هذا اللي كيكون منقوش. كما كتلاحظوا معايا هنايا كيجي ناجح وكيكون معلك من الداخل، كيكون هشيش في نفس الوقت. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايك للتشجيع، بارطاج لما مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده. اليوم غندير معكم جميع الخطوات، يعني من العقده اللوز العجين حتى الخدمه ديال كعب غزال اولا النقش ديالو اللي هو كيجي رائع وكيكون عليه الطلب كتير، يعني وكيكون ناجح من التجربه الاولى. البنات تبعوا الخطوات بالتفصيل، يعني من الاول حتى الاخر باش تنجح معكم. كما كتشاهدوا هنايا كنت حضرت طلبيه اللي هي متعدده. غادي ندير معكم كعب غزال يعني من النوع اللي هو منقوش، ومن بعد ان شاء الله نديروا الشكل الثاني اللي هو بينت في اخر الفيديو. يلا ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. عندنا هنايا نص كيلو ديال الطحين، ضفت عليه شويه الملحه، ضفت عليه معلقه ديال السكر كلاصي اللي هو السكر ناعم، ضفت عليه جوج معالق عفوا ديال الزبده اولا كنديروا فيها 125 غرام. وغادي نبسبسوه مزيان. هنا يمكن لكم تعوضوا السكر بالعسل، بمعلقه ديال العسل كتضيفوا عليها العسل في عود السكر كلاصي. كنرملوها مزيان ومن بعد كنجمعوها بمزهر غادي نبقاو نجمعوها به حتى كتتماسك لنا العجينه، يعني ما كنجريوهاش، ضروري كنخليوها شويه قاصحه باش كنخليوها ترتاح وهي كتطلق بوحديتها كتطلق. يعني لا جريناها من الاول ملي كنجيو نخدموا بها ما كتعطيناش الطول اولا ما كتساعدناش، فلهذا كنخليوها شويه متماسكه ونديروها في واحد الكيس بلاستيكي حتى كتطلق بوحديتها على ما كنوجدوا العقده. اولا يمكن لكم توجدوها حتى نهار قبل. كما كتشوفوا معايا هنايا هذه هي الطريقه باش كنجمعوها، ما كتسدلكش بزاف، يعني ما كتطلبش منا جهد كبير. كنبداو نجمعوا العجين ديالنا بهذه الطريقه هذه. ما تنساوش البنات بان هاد الكميه هذه راه تبارك الله كتعطي، يعني يمكن لكم تخدموا بها عقده اللي هي كثيره، يعني 500 غرام راه كتعطي، يمكن لكم تدخلوا فيها تبارك الله، يعني تخرجوا منها كميه كبيره ديال كعب غزال. هنا كما كتلاحظوا معايا غير على ما جمعت العجين ديالي وغنديروا في واحد الكيس اللي هو بلاستيكي ونخليها ترتاح. في نفس الوقت كتعطينا الطوع، يعني كنبداو نخدموا بها بكل اريحيه. هنا غندوزو اللوز عندي هنايا كيلو، خدمت معكم غير كيلو باش نسهل عليكم الامور. يعني اما انا راه خدمت بكميه اللي هي كبيره. عندك كيلو ديال اللوز، عندي شويه ديال المسكه الحره مدقوقه مع السكر، وعندي هنايا المزهر والزبده. كنديروا اللوز ديالنا حتى كيطحن مزيان. يعني اللي ما عندهاش هاد الاله هذه يمكن لها تطحن على جوج خطرات. كطحني في ديك الروبو المره الاولى غير كتبقاي كيتهرس، يعني كيجي مهرمش، ونوليو نحيدوه ونضيفوا عليه السكر ونطحنوه. هنا البنات الكميه ديال كيلو اللوز كنديروا فيها 450 غرام او لا 500. بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحلاوه بزاف كيديروا حتى 500 غرام، انا كندير غير 450. من بعد كنضيف عليها 50 غرام ديال الزبده، وكنضيف عليها ايضا شويه ديال المزهر حتى ديك اللوز يعني كيتماسك لنا باش ما كيجيش ناشف. وكنبداو نطحنوا اللوز ديالنا. هاد الاله الصراحه راها رحمه، كتسهل عليا الخدمه بزاف، معاوناني. في الاول قبل ما نشريها كنت كنطحن في الروبو اللي هو عادي، كان يعني ضروري ما كتهرمشي داك اللوز وتحيديه عاد وكتولي تضيفيه المره الثانيه مع السكر. لهذا هاد الماكينه الصراحه عمليه بزاف. وشوفوا كيفاش كتخلي لنا اللوز ديالنا كيجي يعني مطحون منيل مزيان. الحمد لله، يعني ما كتلقاش معها صعوبه. العقده ديالي كتجي بالنسبه للزبده اللي استعملنا في الكعبه، ففي العجينه وفي العقده راه كنديروا الزبده من النوعيه الجيده اللي هي كتسمى الزبده ديال العبار في المغرب، او لا يمكن لكم ديروا حتى البلديه اللي عنده البلديه ديال البلديه، راه كتعطي مذاق احسن. كما كتلاحظوا معايا هنايا العقده خصنا ندلكوها مزيان حتى يعني كتساعدنا، كما درنا لها كتساعدنا كتعطينا الطوع. بالنسبه للبنات اللي كيخدموا الطلبيات، من الاحسن تقبطوا اللوز، تشريو يعني تفسخوه وتخليوه ينشف. ما تخليوش ينشف بزاف راه كيطلق الزيت من بعد. يلا كيبدا ينشف عطوه نهار الماكسيموم وطحنوه. الا خليتوه كتر خصوصا في الايام اللي كيكون سخون الحال راه كينشف، وملي كنطحنوه كيعذبنا كيطلق لنا الزيت. هنا شكلنا الحرابل ديالنا وخليناهم على الجانب. غادي ندوزو للخدمه ديال الكعب غزال. كما كتلاحظوا معايا هنايا طلقنا العجينه، طلقناها رقيقه يعني كتكون شفافه، ودرنا حريبلات القياس ديال 19 غرام. كنديروا من 18 حتى ل 19 غرام باش كتجي كعبه يعني متوله.
اولا كتجي هماويه. كما كتلاحظوا معايا هنا كنوليو نردوا عليها العجينه وكنبقاو نطلعوا بشويه حتى انا هاد التشكيل هذا درتو رققته من الراس باش كنقشوا. يعني الكعبه راه فيها بزاف د الاشكال، فيها الاشكال اللي هي متعدده، ومازال عندي شكيلات ان شاء الله غادي نخدموها بطريقه اخرى. هاد الشكل هذا على العموم انا راه تنخدمو بهاد الطريقه هذه، وكنحاول ما امكن كنرقو من الفوق لحقاش كيتنقش. هذا هو الشكل اللي غندير معاكم. وكما قلت لكم البنات، الحريبلات ضروري ما يكون فيهم 18 حتى ل 19 غرام الماكسيموم. ما ديروش فيها يعني ما ديروش فيها وزن اللي هو كبير باش كتجيكم الكعبه يعني هي هذيك. كما كتلاحظوا معايا هذه هي الطريقه اللي كندير انايا في الخدمه، يعني في خدمتي في كعب غزال المنقوش. كنبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوها. وما تنساوش تغطيو البنات الحريبلات ديالكم اللي هما كورتوهم قبل، كتغطيوهم باش ما كنشفلكمش العقده. وحتى العجينه، يعني العجينه كنطلقوا غير القياس ديالها، ما كنطلقوهاش كامله وما كنخليوهاش يعني معريه. ضروري كديروها في شي كيس بلاستيكي باش كتبقى مزيانه، والا راه كتنشف اولا كتقصاح العقده ديالنا وما كتساعدناش في الخدمه يعني والكعبه ديالنا ما كتصدقش. ضروري ما كنجبدوا غير القياس، والاخرى كنخليها في واحد الكيس اللي هو كيحافظ عليها باش ما يضربهاش الريح. النجاح حلويات اللوز من العقده البنات. الا كانت العقده مزيانه يعني ما كتفوتي لهاش السكر، ما كتجريهاش، ما كتكثريش فيها ما زهر، راها كتجي مزيانه. والا كان العكس راه كتنفخ في الفران، يعني كثرنا فيها السكر، درنا فيها ما زهر كثير، راه كتنفخ في الفران. كما كتلاحظوا معايا هنايا النقيش ديالها راه كنبقاو ندخلوا يعني المنقاش وما كنطلقوش، كنبقاو ندخلوا المنقاش وكنبركوا على العقده باش الرسمه كترسم ديك النقشه كتجي باينه. كنبركوا مزيان وما كنطلقوش حتى كنساليو النقشه. الا طلقناه العجينه كتخسر. كنبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا. يعني الا تبعتوا الخطوات كاملين راه غتنجح معكم من الاول مره، غتنجح. يعني ما كاينش شي سبب اللي غيخليها ما تصدقش معكم. يعني تبعوا الخطوات كاملين. العقده ديالنا كنديروها كما قلت لكم. العجينه حتى هي كنخليوها شويه قاصحه باش ما كتجراش، باش منين نجيو نخدموا بها كنلقاو ما نهزو، يعني ما كتكونش جاريه بزاف، كتعطينا كتساعدنا. وكنبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. راه ما تخافوش منها، غير بركم مزيان وما تحلوش المنقاش في نفس الوقت. خذوا منقاش يكون مزيان، يعني كاين حتى المنقاش راه فيه انواع واشكال. كاين دوك المنقاش اللي كيكون مرخوف ما كيصاوبش، يعني ما كيخدمش مزيان. خذوا منقاش اللي كيكون من النوع المزيان، يعني كيكون بحال البانس، كيكون مزير، ماشي هذوك المرخوفين. انا شحال مره خديت من النوع الاخر ما بصراحه ما كيصاوش مزيان. هذا هو الشكل ديال الكعبه ديالنا. شوفي كتجي يعني الاضاءه راه ما كتساعدش، واني كتعطي في الحقيقه كتطلع واحد الكعبه اللي غادي نقول لكم اللي هي روعه، واحد الكعبه اللي هي غزاله. هادو هما الاشكال اللي كنت خدمت، كنت دخلتهم في واحد البلاطويات اللي فيهم حتى هما صابلي، فيهم اشكال اللي هي مختلفه، صابلي فيهم حلويات بالشكلاط. كما كتلاحظوا معايا الكعبه ديالنا كتجي ناجحه. كنخليوها تبات، ضروري ما كنبيتوها باش ما كتنفخش الفران. وإلا كنتم مزروبين عليها كتخدموها الصباح. بالنسبه للبنات اللي كيديروا الطلبيات بعد مرات راه ما كيكفيهمش الوقت، يعني كنخدموها الصباح بكري وكنطيبوها في العشيه. ما يمكن لكمش طيبوها في مده ديال ساعه ولا ساعتين، راه ضروري حتى كتخليوها تنشف. كما كتشوفوا معايا هنا يمكن لكم تهزوها بيديكم باش كتعرفوها غادي تصدق لكم في الفران، يعني ما غاديش تحل. كتهزوها بيديكم كتكون قاصحه مجموعه على هذا الشكل هذا. كتجي ناجحه البنات بالطريقه اللي قلت لكم. غير تبعوا الخطوات. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش البنات ديروا لي لايك، بارطاج في وسائل التواصل الاجتماعي باش كلشي يستافد. كنتقبوها ضروري، ما كنتقبوها واخا منقوشه كندير لها 3 ولا 4 ديال التقيبات باش كنتجنبوا كاع المشاكل اللي غنوقعوا فيهم، خصوصا ملي كتكون شي طلبيه ديال الزبائن راه غادي تبغي تعطيها لهم يعني كما طلبوها تعطيها لهم اولا كما شافوها في الصوره. ما يمكنش ديري شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. يعني باش نتجنبوا كاع المشاكل اللي غنطيحوا فيهم غادي نديروا جميع الخطوات. كنتقبوها مزيان، من بعد كندخل. هذا هو الشكل الاخر اللي كنت خدمت مع في هذا النهار اللي درت فيهم هذه الكعبه هذه كما كتشوفوا. وغادي ندخلوها الفرن اللي هو بارد، ما كيكونش مشعول من قبل، وننزلوا درجه الحراره يعني كنديروها على 170 الماكسيموم. هذا هو علاش كنطيب الكعبه ديالي
وكنحطها لتحت، ما كنحطهاش الفوق باش ما كتلهبش. كنديرها لتحت وكنبقى ندور لاطات الفران حتى كطيب ليا من التحت. وهي لا طابت يعني لا شفتوها تحمرت بزاف اولا فوتوا فيها الطيب راه كتقصح. ما خصكمش طيبوها البنات بزاف باش بتجيكم هي هذيك في الطيب ديالها، يعني في في الشكل ديالها، وحتى في العضه، يعني ما كتكونش قاصحه ما كتتيبش. هادو هما الشكيلات اللي كنت درت في ديك الايام ديال ايام بمناسبه عرس. هذا هو الشكيله البنات كيفاش كيطلع ديال الكعبه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. شجعوني بلي لايك، تبعوا الفيديوهات، غيكون جديد.